وسهلا ومساء الخير بأول حلقة وياكم من برنامجكم رحلة كتاب. ضيفي اليوم عنده خبرة سابقة بالتدريس وكذلك عنده خبرة وشغف بالقراءة وقدرة القراءة تأثر عليه إنه ينطلق نحو مجال الكتابة. خلونا نتعرف على مدرس اللغة العربية والكاتب أستاذ علي الطنيجي. أهلا وسهلا أستاذ علي. أهلين أختي سارة. أستاذ علي، قبل ما نطلع هوا دردشنا وعرفنا إنه إحنا من جيل أيام مجلة ماجد وسبيستون وهاي الأمور، فأريد أعرف هسه إحنا لما نبدأ قراءة أبسط الأمور تأثر علينا. خلينا نعرف شلون بدأت رحلتك بالقراءة. مثل ما ذكرت بأن إحنا جيل مجلة ماجد، فبدأت رحلتي بالقراءة من مجلة ماجد، من القصص الموجودة في هذه المجلة الجميلة. زين، القراءات بالنسبة لك عالم مختلف. شنو هو يعني نوع الكتب اللي تحبه أكثر شيء؟ يعني أنا أقرأ كل أنواع الكتب، من التنمية الذاتية، روايات، قصص، جميل. شعر. فحاليا مركز على الروايات. يعني تركيزك على الروايات، هل معناها إنه في خطوة إنك تكتب رواية جديدة؟ إن شاء الله مستقبلا. جميل جدا. زين، حابة أعرف شنو نوع كتاباتك الأدبية حاليا؟ حاليا أنا مركز على مجال الخاطرة الشعرية. جميل. فعندي إصدارين، كل إصدار فيه 50 خاطرة. أوكي، ممكن تعرف المتابعين على أسماء إصداراتك؟ إصدار الأول من نبض الخاطر في دار قصة. تمام. وإصدار الثاني إن أردت العيش أكثر من عمر في دار قهوة. من الإصدار الأقرب إلى قلبك؟ والله هم الإصدارين قريبين من قلبي، لأن كل إصدار فيه موضوع جزء من شخصيتك. أيوة، وموضوع مختلف. تمام. زين، خلينا نعرف، كونك أنت مدرس لغة عربية، هل قدرت تأثر على طلابك إنهم يحبون القراءة؟ نعم الحمد لله، في بعض الطلاب حبوا القراءة وشاركتهم في تحدي القراءة العربي. جميل. وهل كان في أي تأثرات إيجابية منهم على التحدي؟ الحمد لله، في طالب يعني وصل للمرحلة الثالثة. جميل. فهذا كان شيء إيجابي وحفزه يستمر في القراءة. حلو. آخر سؤال أحب أسألك يا قبل ما نختم الحلقة، أريد أعرف نصيحة من عندك للجيل اللي إحنا حالياً نمر وياه، لأنه إحنا نعرف حالياً هو يركز على الآيباد، على التليفون، على وسائل التواصل الاجتماعي، ناسي موضوع القراءة وناسي أهميتها. بس إحنا نعرف إنه إحنا أمة اقرأ، صح؟ نعم صحيح. فشنو هي نصيحتك للجيل حتى يرجع يقرأ؟ هو الطفل دائما يقلد الكبار. صحيح. المفروض ننصح الكبار بأنهم يبتعدوا عن الأجهزة ويركزوا على الكتب ليقلدوهم الأطفال ويحبوا القراءة. والأطفال كذلك ممكن أنهم ينظموا وقتهم بحيث أنهم يخلوا ساعة للقراءة. حلو. أشكر تواجدك وياي اليوم، كانت حلقة جدا رائعة. نشوفك إن شاء الله بلقاءات ثانية، ونشوفك إن شاء الله بأماكن أكبر. العفو، وتشرفتنا في اللقاء اليوم. شكرا. العفو. وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا، رحلة كتاب مستمرة كل أسبوع وياكم. نشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الحلقة وبنفس التوقيت مع ضيف جديد.